شايفين اللون بقى وجماله؟ تعالوا بقى نشوف القرمشة بتاعته عاملة ازاي. بصوا، وما خدش 4 ايام بجد يا جماعة، ريحته رهيبة، ملح مظبوط جدا. بصوا، بسم الله، تحفة. يلا نقول بسم الله ونبدأ الطريقة. اول حاجة كده بنقطع العيدان الطويلة اللي بتبقى ورا ديت في الايه، في اللفت بتاعنا، وبعد كده بتحط عليهم مية سخنة جدا. المية السخنة دي بتنزلك اي طينة او تراب بسهولة جدا، تخليكي ولا تدعكي ولا تتعبي. احنا بس بنقشر شوية الشعيرات اللي بتبقى فيه، وبعد كده بنحطه في المية السخنة دي، بتلاقيه نزل لوحده كده كل اللي فيه. بعد كده بتشطفيه كذا مرة لحد ما تلاقيه نضيف بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. تمام، خلاص بقى نضيف معاكي. هتجيبي بقى القطاعه المشرشره بتاعتك اللي زي دي، او السكينه عادي حسب ما انت متوفر عندك وحسب اللي موجود. انا جبت المشرشره دي عشان يبقى شكله زي بتاع بره، بتقطعيها طرنشات زي كده. وهوريكم واحده اول ما جبته على طول، اول ما دخلت من السوق وريتكم واحده وهي لسه بطنها كده، هوريكم بالظبط التقطيع ازاي. شايفين بقى كده تقطيعة المحلات، وهنا العروف اللي هي الحاجات اللي بتبقى تحت دي برضو بيبقى طعمها حلو في التخليل. هوريكم دلوقتي التقطيعة ازاي بالظبط. ده طبعا قبل ما نغسله جربت لكم في واحدة كده علشان تشوفوا ايه النظام. هي جبنا السكينة بتاعتنا وجبنا السكينة المشرشرة. احنا طبعا ده كله لازم نكون غاسلينه زي ما شفتوا في اول الفيديو، لازم يبقى مغسول كويس جدا. بس انا اول ما دخلت من السوق قلت لازم اوريكم واحدة كده ايه قبل ما ابني لخبطني يعني. فايه بتجيبي بقى بتقطعي الشعيرات اللي انت شايفاها دي، وبعد كده بتغسليها الاول، وبعد كده بتقطعيها طرنشات بالشكل اللي انت شايفاه بالسكينه العاديه خالص. تمام، اللي تحت دي عايزه تقطعيها حتت صغيره، عايزه تقطعيها نصين كده عادي براحتك، مفيش اي مشكله. بعد كده بتجيبي السكينه اللي هي المشرشره دي، وبتعمليها زي تقطيعه المحلات، عايزاه طويل كده براحتك، عايزه تبقى الواحده على قد القطمه تقطعيها نصين عادي مفيش اي مشكله، اللي انت حباه اعمليه. هنعمل كله بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. انا قطعت منه صوابع كده تخينه، وقطعت منه برضو صوابع صغيره كده، بس التخينه افضل عشان تقعد معاكي بقى لحد رمضان وايه. يعني ما تتهريش منك في السوا، هو عامه مش هيتهري مننا. بالشكل ده كده خلاص انا خلصت العروف وخلصت اللفت نفسه. هنقوم بقى رشين عليه على كل واحده منهم كده معلقتين ملح. معلقتين الملح دوت هنسيبهم عليهم، عايزه تحطيهم في مصفى يبقى احسن، هتحطيها في مصفى وترشي عليها معلقتين الملح دوت وتسيبيهم معاكي من 4 6 ساعات، حسب ما انت عايزه براحتك. يعني ممكن تسيبهم ساعتين بس، ممكن تسيبهم 4 ساعات 6 ساعات، عايزه تسيبهم ليله كامله عادي مفيش اي مشكله. شويه الملح دول هيعملوا لي ايه بقى؟ هينزلوا لي كل الميه اللي موجوده في اللفت ده، بحيث لما انت تيجي تسويه لما تيجي يستوي منك مش هيتهري ولا هتلاقيه طري كده، بالعكس هتلاقيه ناشف وبيقرش كده وانت بتاكليه، بيبقى طعمه حلو جدا لحد اخر واحده. تمام، بتلف الملح كده فيهم كويس جدا وتسيبيهم، عايز تسيبيهم زي ما هي كده براحتك، هو كده كده ايه هيصفي الملح بتاعه تحت. وهنعمل نفس الوضع في العروق بتاعته دي. هنا كنت عامله معاهم ايه ورق كرنب كده. هنعمل نفس الخطوه في العروق، هحط عليها برضو معلقتين ملح وهسيبها برضو تصفي ميتها. الخطوه دي مهمه جدا يا جماعه، وبتفرق قوي قوي في طعم اللفت بتاعنا. خلاص خلصنا الخطوتين دول، هنيجي بقى عند اللفت بقى نفسه ونشوف هنعمل فيه ايه بعد ما يصفي ميته. هنا ورق الكرنب اللي بقولكم كنت بعمله مخلل معاهم بس ملوش لازمه دلوقتي. هنا اهوت بعد ما صفى ميته هتشوفوا بقى شكل الميه اللي فيه نازله منه قد ايه يا جماعه. الميه دي بقى هي اللي بتطريه، هي اللي بتخليه لما تيجي تسويه على طول خليه على طول كده يبقى كله طري كده ومش حلو. بصوا شايفين كميه الميه اللي نزلت منه دي؟ الميه دي احنا هنتخلص منها كلها، هنشوفه تماما، هنصفيه ونيجي بقى عشان نعمل له محلول التخليل. هجيب البرطمان، بس البرطمان ده انا هغيره بعد كده عشان هلاقيه كبير جدا، فمش عايزه اي مجال للهواء يبقى في البرطمان بتاعي. هتحطي فيه المخلل بتاعك كله، هنحط مثلا العروق تحت مثلا، وهنحط بعد كده لفت فوق او تشكلي شويه كده وشويه كده براحتك، وهنحط في نصهم بنجرايه يا اما مبشوره يا اما حتت كده متقطعه زي اللفت بالظبط. انا قطعتها كده زي اللفت بالظبط.
علشان ايه تبقى تتاكل برضو مخلل. تمام. انا كل شويه احط في البرطمان وافضيه، انا هغير البرطمان كله في الاخر اهو. دي كمان هنصفيها، شايفين برضو كميه الميه اللي هي نزلتها. ده كمان برضو هنصفيه وهنحطه في قعر البرطمان من تحت. هينفعنا يا بنات طول رمضان وحلو جدا. عايزه اقول لكم انا مش مبطله اكل فيه، ربنا يسترها عليا، بس هو ملحه مظبوط جدا جدا جدا، مش مالح ولا عادب، ملحه مظبوط جدا وحلو قوي بطريقه ما كنتش متخيله ان هو يطلع بالجمال ده. ربنا يحسن ما بين ايديكم كلكم. دلوقتي اللفت في السوق ب5 جنيه وحلوه قوي. هاتي اللي هي متوسطه، لا هي كبيره قوي ولا هي صغيره قوي. صغيره قوي هتبقى كلها عروق ومش هتوزن معاكي كتير، والكبيره قوي بتبقى مليفه من جوه كده ومش حلوه ابدا، بتبقى عامله زي الاسفنجه. هنتخلص طبعا من الميه اللي موجوده دي، وهنحط بقيه كميه اللفت معانا، وطبعا في نصهم البنجرايه انا مقطعاها كده ايه في وسط اللفت. انا كان عندي بنجرايه مجمده في الفريزر عادي، ما أثر يعني، ما غيرتش الطعم ولا اي حاجه. انا طلعتها تفك شويه صغيرين وبعد كده قطعتها في وسطه عادي خالص. بنجر مش غالي ومفيد جدا. يعني الميه بتاعت اللفت دي نفسها، عايزه اقول لكم طعمها طالع يا سلام، مش عايزه اقول لكم. اظن انتوا شفتوا لونه في اول فيديو. هنيجي بقى المحلول النقع بتاعنا. طبعا عندي فلفل كمان، ده اختياري طبعا، مش عايزه تحطي فلفل عادي براحتك. انا هقطع واحده كده في الميه بتاعته. عايزه اقول لكم كمان هحط في البرطمان معلقتين هريسه شطه، كنت انا عاملاها في البيت. لو ما عندكيش عادي ممكن تحطي معلقه شطه، ممكن ما تحطيش حاجه خالص. يعني انا قطعت شويه فلفل كده وكمان حطيت هريسه شطه، بتفرق في الطعم كده وتخليه مشطشط وحلو. قطعت شويه فلفل، وهحط بقى ايه، هحط لكل كوبايه ميه هحط لها معلقتين من الخل، وكمان اللهم صل على سيدنا محمد، وربع معلقه من السكر. طب انا هستخدم مثلا باللتر، يبقى انا هحط للتر 3 معالق ملح ومعلقه سكر وربع كوبايه خل. تمام. يبقى انا كده باللتر بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. طبعا هتقولي لي السكر ليه؟ السكر بيخليه برضو مقرمش لاخر لحظه. لازم بقى بغطي اهو، دي اللي انا نقلته فيها، بغطي الوش كده بكياس، وبحط كمان طبق كده، وبعد كده بقفل عليهم وهنسيبهم 4 ايام بالظبط. تعالوا كده بقى نشوف بعد ال4 ايام. بسم الله ما شاء الله على الجمال. اللون ولا الريحة ولا الطعم يا جماعة، لازم الاكياس دي عشان تمنع دخول اي هوا له، والطبق ده عشان يكبسه ما يطفاش على الوش. تمام. هنشيل بقى الاكياس كده، وتعالوا شوفوا الجمال. بجد يا جماعة خرافة، انا نفسي ادوقكم واحد واحد. شايفين جمال اللون؟ المية لونها عاملة ازاي، واللفت نفسه عامل ازاي، والقرمشة رهيبة اهو. زي ما قلت لكم انا مقطعاه احجام مختلفة، وانتي وراحتك بقى. جربوا الطريقة حلوة قوي. تعالوا بقى نسمع القرمشة. شايفين اللون بقى وجماله؟ تعالوا بقى نشوف القرمشة بتاعته عاملة ازاي. بصوا، وما خدش 4 ايام. بجد يا جماعة ريحته رهيبة، ملحه مظبوط جدا. بصوا، بسم الله، تحفة. نتيجته بجد ممتازة يا بنات، والمية بتاعته كمان طعمها تحفة للناس اللي بتحب تشرب مية المخلل، ولونها كمان زي ما انتوا شايفين كده. شايفين؟ بجد بجد حاجة تحفة. وحدة البنجر بس اللي احنا حطيناها هي اللي عملت اللون ده، محطيناش اي لون ولا اي حاجة. اهي مش هتبطلي تاكلي منه، تحفة. كمان الفلفل اللي على الوش ده يبقى جميل. هنقول تاني، كل اللي اخده معانا كل كوباية مية معلقة ملح وربع معلقة سكر ومعلقتين خل. تمام. لو انت هتعملي باللتر يبقى لكل لتر مية 3 معالق كبار من الملح وربع كوباية من الخل ومعلقة كبيرة من السكر. جمال التقطيعة ولا اللون ولا الطعم، مش عارفة اقول لكم ايه والله. شايفين المية تتشرب كده شرب
اهي جربوا الطريقه مش هتندموا ابدا ابدا. شايفين كمان التقطيع بالسكينه اللي احنا قلنا لكم عليها في اول الفيديو؟ انا نقلته كده في ده عشان يبقى على قدها بالظبط، عشان ما يبقاش فيه ايه اي مكان للهواء. اهو ده كان الليفت بتاعي بقى، اتمنى تجربوه هيعجبكم بامر الله. متنسوش بقى اللايك والاشتراك في القناه عشان يوصلكم مني كل جديد. بصوا بصوا الميه يا جماعه، ايه الجمال ده وايه اللون ده، بنجرايه واحده اتعملت لنا كده. شايفين؟ جربوا طبعا العروق تحت، جربوا بقى الطريقه وقولوا لي رايكم. سلام عليكم.